السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بحضراتكم معايا في وصفة جديدة من وصفات مطبخنا، مطبخ سهام النحاس. الماربل كيك في الخلاط من الكيكات السهلة والسريعة ونتيجتها حلوة جدا. هنعملها مع بعض النهاردة، تعالوا بينا نشوف. في البداية أنا المعيار اللي هشتغل بيه يا جماعة هو الكوب المعياري. أنا هحتاج إن شاء الله كوبايتين من الدقيق متعدد الاستعمالات. ده الكوب المعياري اللي أنا هشتغل بيه يا جماعة. ده المعيار اللي هستخدمه في كل حاجة أنا هعمل بيها الكيك بإذن الله. زي ما قلت لحضراتكم أنا عايزة كوبايتين من الدقيق، عندي كوباية ونص من السكر، وعندي كمان كوباية من الزيت، كوباية من الحليب، عندي 2 بيضة، وعندي معلقة صغيرة مليانة زي ما حضراتكم شايفين كده من البيكنج باودر، ورشة من الفانيليا. عندي كمان معلقتين صغيرين مليانين من الكاكاو. يفضل طبعا النوع يكون كويس، انا بستخدم هنا الاسباني، بيدي طعم حلو جدا يا جماعة. وعندي كمان رشة من الملح. دي مكوناتنا وتعالوا نشوف هنعمل ايه. في البداية دي الصينية اللي انا هستخدمها يا جماعة، وكتير منكم سألوني على الخاص ازاي نعمل او نحدد مقاس الصينية اللي احنا هنشتغل بيها لو هي مش مكتوب عليها. انا هجيب يا جماعة المسطرة كده زي ما حضراتكم شايفين، وهبتدي من رقم 1 على المسطرة زي ما حضراتكم شايفين كده، وللقطر التاني من الصينية زي ما انتم شايفين كده الصينية دي مقاس 20. بالشكل ده انا بقدر احدد ازاي رقم او مقياس الصينية اللي انا بشتغل بيها بدون ما تكون مكتوبة اسفل الصينية. فكده احنا حددناها بسهولة زي ما حضراتكم شايفين كده، وان شاء الله تكون المعلومة دي فادتكم في تحديد مقياس الصينية. هجيب معلقة من الزبدة او السمنة يا جماعة، وهبتدي ادهن بيها الصينية بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين كده. ادهنها بقى وابطنها كويس كده من جميع الجهات. وانا هنا يا جماعة مش هستعمل دقيق بعد السمنة او الزبدة بتاعتي، ولكن هدخل الصينية بتاعتي الفريزر تجمد معايا بعد ما ابطنها كويس كده بالسمنة. ودي خطوة بتوفر عليا موضوع تبطين الدقيق، مبتاخدش معايا وقت وبتطلع النتيجة حلوة جدا بإذن الله. عندي هنا البيض، هبتدي في الدورق بتاع الخلاط يا جماعة. هحط البيضتين بتوعي اللي انا هستخدمهم ان شاء الله في الوصفة بتاعتي، وبعدين انزل عليهم بمقدار السكر بتاعي زي ما اتفقنا. انا عندي كوباية ونص من السكر، يفضل سكر ناعم الحبيبات، او لو عندك سكر بودر يكون ممتاز برضو جدا. وابتدي اشغل الخلاط بتاعنا ينضرب معايا البيض والسكر كويس جدا يا جماعة. اسيبه كده ينضرب حوالي دقيقة او دقيقة ونص. بعدين انزل عليه برشة الفانيليا اللي عندي يا جماعة، واسيبه يتضرب كمان حوالي نص دقيقة. بعد كده انزل عليه بكوباية الزيت اللي عندي، طبعا زيت نباتي نوعية كويسة يا جماعة عشان يضمن لي ريحة كويسة للكيك اللي انا بعمله بإذن الله. نسيب الزيت ينضرب معاهم كده برضو حوالي دقيقة. طبعا كل ما المكونات بتاعتي انضربت مع بعض كويس في الخلاط، وخطوة بخطوة خدت الضرب بتاعها كويس، كل ما كانت النتيجة كويسة بإذن الله. ننزل عليهم بقى بكوباية الحليب بتاعتنا، ونسيبه برضو ينضرب معاهم كويس جدا. طبعا اراعي ان كل المكونات يا جماعة تكون بدرجة حرارة الغرفة، ما كنش مطلعة حاجة منهم من التلاجة لان ده بيأثر برضو على نتيجة الكيك بتاعتي بإذن الله. نسيب المكونات كلها زي ما قلت لحضراتكم تنضرب مع بعض كويس جدا حوالي دقيقة برضو بعد ما ضفت الحليب. بعدين افضي كل الخليط اللي انا ضربته مع بعضه ده في بولة، واجهز الدقيق بتاعي، اضيف له البيكنج باودر، واضيف له كمان رشة الملح بتاعتي. وهنا طبعا انا حاطه الدقيق يا جماعه في المنخل زي ما حضراتكم شايفين كده، لانه كل ما اتنخل معايا كويس جدا كل ما دخل لي هوا، وكانت نتيجه الكيك كويسه جدا يا جماعه. وابتدي زي ما حضراتكم شايفين كده انزل الدقيق
على خليط الكيك اللي انا ضربته في الخلاط على دفعة، واقلبها كده بالمضرب السلك زي ما حضراتكم شايفين. اراعي طبعا ان ايدي تكون خفيفة وانا بقلب الدقيق، واني اقلب في اتجاه واحد يا جماعة عشان ما تطلعش الهواء اللي انا بدخله. دابت الدفعة الاولى من الدقيق، وضفت اهو زي ما حضراتكم شايفين الدفعة التانية، ونقلب برضو بخفة. بعد كده انزل بالدفعة الاخيرة من خليط الدقيق مع البيكنج باودر ورشة الملح اللي قلت لحضراتكم عليها. نقلب بقى كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، وده القوام اللي انا عايزاه ان شاء الله للكيك بتاعي زي ما حضراتكم شايفينه كده. نجيب بولة تانية ونبتدي نفضي فيها نص او تلت خليط الكيك بتاعي، وانزل عليه بمعلقتين الكاكاو الخام. طبعا زي ما قلت لكم يفضل ان نوع الكاكاو اللي انا استخدمه يكون نوع كويس، لان ده بيأثر في طعم الكيك بتاعي. وانزل عليهم بحوالي 3 معالق من الحليب علشان الخليط بتاعي ما يتقلش من الكاكاو، واقلب برضو لحد ما يدوب معايا الكاكاو كويس. وده برضو قوام الكيك اللي انا عايزاه يا جماعة. نبتدي بقى نطلع الصينية بتاعتنا من الفريزر زي ما قلت لكم، وننزل بحوالي نص مقدار الكيك الابيض بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده. بعدين ننزل عليه بكل المقدار بتاع الكيك الشوكولاتة بتاعي، اوزعه كده في الصينية كويس زي ما حضراتكم شايفين. وبعدين اكمل ببقية مقدار الكيك الابيض او كيك الفانيليا اللي معايا يا جماعة. واديها كده خبطتين 3 علشان افرغ اي هوا زيادة. وانا بفضل اني احطها في صينية تانية من صواني البيتزا يا جماعة، بتحمي معايا الصينية جدا وبتكون نتيجتها حلوة برضو في التسوية. ندخلها فرن زي ما قلنا مسبق التسخين على درجة حرارة 180، بتاخد حوالي ساعة إلا ربع يا جماعة. بعد نص ساعة نفتح عليها ونختبر التسوية. إذا احتاجت بنمدلها تاني لحد ما تستوي معانا وتاخد وقتها. نقلبها زي ما حضراتكم شايفين كده على طول علشان ما تعرقش معايا في الصينية، وده برضو بيفرق معايا في النتيجة بتاعة الكيك. وبتتقلب معايا بمنتهى السهولة، مش محتاجين لا دقيق ولا تبطين. بالعكس، وبتفرق جدا في لون الكيك يا جماعة لما تكون الصينية بتاعتي متبطنة بزبدة او بسمنة بس. جميلة جدا، وشايفين الصينية هي ما شاء الله ما فيهاش اي حاجة. جربوها الوصفة وان شاء الله هتعجبكم جدا، ونتيجة الكيك انا واثقة انها هتعجبكم جدا جدا يا جماعة. شايفين ما شاء الله اللون حلو معايا، والارتفاع حلو برضو جدا. وطبعا ارتفاع الكيك بيفرق على حسب حجم الصينية او مقاس الصينية اللي انا مستخدماه. كل ما كانت الصينية اصغر كل ما كان الارتفاع اعلى طبعا. شايفين ارتفاعها جميل جدا ما شاء الله ازاي يا جماعة. جربوها وانا واثقة انها هتعجبكم. سيبناها تبرد حوالي 5 دقايق، وبعدين نبتدي نقطعها كده سلايز زي ما حضراتكم شايفين. طبعا كل مرة هتعملوا فيها الكيك دي هتطلع بشكل مختلف تماما عن المرة اللي قبلها، بس بتطلع حلوة جدا ولذيذة وهشة. جربوها وانا واثقة انها هتعجبكم جدا جدا بإذن الله يا جماعة. نقطع بقى كده ونشوف. شايفين ما شاء الله هشة ولذيذة جدا جدا. جربوها وقولوا لي رأيكم بإذن الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ودوسوا على الجرس اللي تحت الفيديو عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وتابعوني على صفحة الفيسبوك مطبخ سهام النحاس.